بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده يا حبايبي هنعمله ايه؟ الليمون المخلل السريع، يعني مسافة كده اسبوع تكليف. ماشي يا حبايبي. اول حاجة قبل ما نعمله حاجة ندعو لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا معاهم ويصبرهم على اللي هم فيه وينصرهم يا رب على الأعداء، وربنا يكرمهم ويصبرهم على الشهداء بتوعهم. اللهم كريم. النهارده يا حبايبي هنعمله الليمون السريع. صلوا على النبي وحطوا اللايك، واللي مش مشترك يشترك. تابعوني يا حبايبي لاخر الفيديو. النهارده يا حبايبي هنجيبوا ايه؟ الليمون اليومين دول برخيص، كيلو ونص ب10 وكيلو وربع ب10. ملحوه، عايزه تملحيه تخليه رمضان، ما تسلقه، ما تسلقوهوش، هتملحيه زي ما هو كده من غير ما تسلقيه. عايزه تملحيه وتاكلي منه مسافه اسبوع ولا 10 ايام، هتسلقيه نص سلقه، يعني تغليها غلوه ولا غلوتين كده على النار. خلاص يا حبايبي، غلوه غلوتين على النار وخلاص على كده. لو انت هتخليه لرمضان ما تجيبيش، ما تغلوهوش، تسيبيه تملحيه زي ما هو. كان هتاكليه كمان اسبوع ولا كمان 10 ايام، هتغليه غلوتين وخلاص على كده. المية بتاعته ما تكبهاش، دي ميته ما تكبهاش. هتزوديهم كوبايتين مية او 3 كوبايات مية، وكل كوباية عليها معلقة ملح، كل كوباية عليها معلقة ملح. خلاص يا حبايبي، اللي ما بيعرفش يعمل يحط قد ايه ملح، كل كوباية عليها معلقة ملح. ده المية السليق بتاعته تسيبها تبرد وما ترميهاش. هتزودي عليها مية من الحنفية كوبايتين ولا 3، وتعايريها كل كوباية من دول عليها كوباية ملح. ماشي، عليها معلقة ملح. كل كوباية مية من اللي هتملحي فيها عليها معلقة ملح. خلاص يا حبايبي. وهتحط كفاها كمان ايه؟ معلقة بابريكا كده، عشان البابريكا بتديله لون وبيبقى كويس. خلاص يا حبايبي. وتقلبيها كده مع الملح هتحطي بقى في المية ايه كمان؟ تحطي حتة بنجرة كده، بنجر كده، عشان تبقى المية بتاعته عاملة زي اللي بتشتريه من بره. مش بتلاقي المية اللي بتشتريها من بره حمرا؟ بيحطوا معاها ايه في المية بتاعته؟ حتة بنجر كده. نقطعها كده ونحطوها عشان لما ايه، عبال لما نخلصه. خلاص يا حبايبي. يبقى حطينا ايه؟ كل كوباية مية السليق بتاعة الليمون ما ترميهاش. خلاص يا حبايبي. هتزودها عليها شوية مية، لقيتها شوية هتزودي شوية مية عليها وتعايرها. كل كوباية هتحط عليها معلقة ايه؟ معلقة ملح. خلاص يا حبايبي. وتقطعي فيها حتة بنجر وتسيبيها كده. عندك بقى عايزة تحط معاه فلفل حامي، حط فلفل حامي. عايزة تحط فلفل مش حامي من ده الرومي، حط اللي يريحك اعملي. في ناس بتحب الحامي وفي ناس مش بتحب الحامي. خلاص يا حبايبي. كل ما مش هتقطعيه، ما تقطعهوش، هتخليه زي ما هو كده. هتفتحي بس فتحة من هنا كده. هتحط فلفل مع الليمون، هتسيبيه زي ما هو، ما تقطعهوش عشان ما يتهرش منك. تفتحي فتحة بس كده من تحت كده، وتسيب الفلفل زي ما هو. حتى لو هتحط حامي ما تقطعهوش بقى، تحطيه بحاجة. تفتحي بس فتحة من تحت كده عشان يتملح كده اهو بس. خلاص يا حبايبي. كده خلاص عرفنا المية. كل كوباية مية من التمليح اي حاجة بقى، ليمون، هتملحي فلفل،
هتملحي خيار، اللي هتملحيه العيار، كل كوباية مية عليها معلقة ملح. خلاص يا حبايبي. وانا هبقى اجيب لكم لفت، ناس بتشتكي من اللفت بيتهرى منهم، فانا هجيب مرة لفت كده وهنملحوه مع بعض. وهنحط معاه برضو ايه جزر، هنحط معاه جزر. هتجيب الجزر الصغير اللي زي ده، عشان هتعملي ايه، هتقطعيه حلقات كده كده اهو، كل واحدة 2 كده اهو، كل واحدة 2. ولما تيجي تطلعي مع الليمون تقطعيه زي ما انت عايزة بقى، عايزة تقطعيه بقى صوابع بس بعد ما يتملح اهو. ما تطلعيه بعد ما يتملح هتقطعيه كده. بس انت دلوقتي لما تيجي تعمليه مع الليمون اعملي كل واحدة 2 الصغير ده اهو. لو الجزراية كبيرة اعملها 3. ولما تيجي تطلعي بعد ما يتملح طلعيه وقطعي زي ما انت عايزة. نقي الجزر الرفيع ده وتقطعي الواحدة 2 وتحطيه مع هتجيبي من الكبير قطعي حلقات كبيرة. ولما تيجي تملحيه وتطلعيه يبقى قطعي بقى زي ما انت عايزة خلاص يا حبايبي. قطعي كده واحدة 2 كده. لما يتملح بقى ويطلع من التمليح انت بقى قطعي زي ما انت عايزة كده صوابع، قطعيها حلقات زي ما انت عايزة بعد التمليح. والفلفل نفس النظام، هتحطيه بحاله كده تفتحيه من تحت، ولما تيجي تطلعي منه قطعيه انت بقى براحتك، عشان انت لو حطيتيه مقطع مع الليمون هيتهرى منك وهيبقى مهري، والليمون بحق يبقى زي ما هو يتهرى منك. خلاص يا حبايبي. فانت هتحطوه بحاله كده. يلا بينا بقى نشوف هنملحه ايه. حط بقى ايه شوية ليمون اهو، شوية ليمون كده. حط قرن واحد كده اهو اخضر. حط جزر، ليمون، حط جزر، واحد قرن فلفل، حط جزر، حط ليمون، حط جزر اهو يا حبيبي. نجيب بقى واحد تاني، حط ليمون، حط فلفل، حط جزر، حط الفلفل بحاله والجزر تقطعيه كده كبير. ولما تيجي ما يتملح وتطلعيه بقطعيه زي ما انت عايز، عشان ايه ما يتهرش منك اهو يا حبيبي. شايفين ده ممكن بعد اسبوع بعد 10 ايام تطلعيه وتاكلي منه. لو انت عايزه تخليه لرمضان هتحط الليمون زي ما هو كده، ما تغلهوش. خلاص يا حبيبتي. الليمون ياما اليومين دول ورخيص برخص التراب، 1.5 كيلو ب10 وكيلو وربع ب10. ماشي يا حبايبي اهو. حطوا هنا جزر شويه. خلاص يا حبايبي سهل اهوت ولا يتهرى منكم. ما تحطوش خل، اوعى حد يحط خل، محدش يحط خل يا حبايبي. الليمون مسلوق ومستوي، ما تحطوش خل. ليه؟ الجزر هيتهري والفلفل هيتهرى منكم.
فانتوا يا حبايبي ما تحطوش ايه، ما تحطوش ما تحطوش خل، محدش يحط خل، خل بيهري الحاجة. احنا هتحط خل ليه؟ اذا كان الليمون مستوي هتحط خل ليه؟ متحطش خل والليمون معاكي مستوي. خلاص يا حبايبي. هنا بقى اهو المية بتاعته، مية السليق بتاع الليمون، حطينا فيها ايه؟ كل كوباية عليها معلقة ملح، عليها معلقة بابريكا، وبنجر تقطعيه كده وتحطيه. خلاص يا حبايبي. وتحطي بقى مية بتاعته شبه اللي انت بتشتريه من بره. اهو مفيش مانع تحط الايه، كل واحد حتة بنجرة كده معاه. اهو يا حبايبي شايفين؟ كل واحد حتة بنجرة معاه في البرطمان كده هنحط كل واحد تحط فيه بنجر كده عادي، بيحمر المية وبيخلي المية بتاعته حلوة، ممكن تشربيها. البنجر صحي ومفيد. ومية الليمون يعني ما هي مفيهاش حاجة، ده مية ليمون. شايفين يا حبايبي؟ ايه رأيكم بقى؟ اهو يا حبايبي ايه رأيكم؟ كيلو ونص ليمون ب10 جنيه، كيلو وربع ب10 جنيه، رخيص الأيام ده وكتير. خزنوا منه. وخزناه أخضر، عملناه مع بعضينا، تشيليه في البرطمانات مع بعضينا أخضر. والنهاردة ملحناه اهو مع بعضينا برضو اهو. هتسلقيه نص سلقة يعني غلوتين كده، والمية بتاعته تزود عليها مية، وتحط ملح على كل كوباية معلقة، وتحط معاها لفت بتاع فلفل، وتحط معاها جزر. صلى على النبي يا حبايبي، وحطوا اللايك، واللي مش مشترك يشترك، وتابعوني. حاجتنا كلها على قد الايد. وتابعوني يا حبايبي، حطوا اللايكات، حطوا اللايكات يا حبايبي، لايكاتكم بتسعدني والله. واللي عنده حاجة عايز يقولها، مش عاجباه يقول، حاجة عاجباه يقول. وانا بحبكم كلكم. وتابعوني يا حبايبي، حاجتنا كلها على قد الايد. كل سنة وانتم طيبين. عايزة تعملي على رمضان اعملي، عايزة تعملي تاكلي دلوقتي اعملي. حطوا اللايكات يا حبايبي، واللي مش مشترك يشترك، وتابعوني يا حبايبي، حاجتنا كلها على قد الايد.